السلام. اليوم جينا لكم بقصة جديدة من قصص الأنبياء عليهم السلام، واليوم حنبلش لكم بقصة نبي عظيم من أنبياء الله تعالى، ألا وهو نبي الله إسماعيل عليه السلام. يلا نبلش. حدثيني عن قصة سيدنا إسماعيل. ولد سيدنا إسماعيل عليه السلام في مكة المكرمة بعدما رزقه الله لسيدنا إبراهيم عليه السلام، وكانت الفرحة تغمره بشكل لا يوصف، ولكن فرحته للأسف لم تكتمل، فلقد أمره الله تعالى أن يترك أمنا هاجر وسيدنا إسماعيل عليهم السلام في واد في مكة المكرمة، وتركهما سيدنا إبراهيم عليه السلام في واد غير ذي زرع في مكة لا يوجد فيه لا زرع ولا ماء ولا أي شيء. ذهبت أمنا هاجر إلى جبلين يعرفان في وقتنا الحالي بالصفا والمروة، وظلت تسعى بينهما، ظلت تسعى حتى أتممت 7 أشواط، وبعدها وجدت سيدنا إسماعيل عليه السلام ينبش بقدميه حتى نفر بئر زمزم. وعرف ببئر زمزم لأن السيدة هاجر ظلت تزمه بيدها هكذا حتى لا يتكاثر الماء في كل مكان، ظلت تحاوطه بيده كده هكذا وتزمه، وإلى يومنا هذا حتى أصبح الناس يقلدون الفعل الذي فعلته أمنا هاجر ويسعون بين الصفا والمروة في كل حجة، وأصبح هذا الفعل منسك من مناسك الحج. يا له من موقف صعب، كيف تحملت أمنا هاجر هذا الموقف الصعب؟ نعم، فأمنا هاجر هي مثال لكل امرأة صبورة رغم طفلها الصغير الذي كان يبكي معها، ولكنها تحدت الصعاب وصعدت الجبل 7 مرات. أنت متخيلة؟ صعدت الجبل 7 مرات، ولصبرها هذا ربنا كافأها ببئر زمزم الذي أعطاه لها، وأصبحت الناس تقلدها في السعي بين الصفا والمروة، وكيف الله عز وجل أعانها في هذه المحنة. ماذا حدث بعد ذلك، وكيف كبر سيدنا إسماعيل في هذا الوادي القاحل؟ كبر سيدنا إسماعيل عليه السلام في رعاية الله وحفظه، وتعلم الصيد والرماية من قبيلة جدهم التي أتت إلى مكة المكرمة من بعد تفجير بئر زمزم الذي كان فيها. وكبر سيدنا إسماعيل وتزوج من إحدى بنات جدهم وأنجب منها 12 ولدا، أصبحوا فيما بعد رؤساء قبائل العرب. سمعت أن سيدنا إسماعيل شارك في بناء الكعبة، حدثيني كيف حدث ذلك يا حلا. وبعد أن أمر الله تعالى سيدنا إبراهيم عليه السلام ببناء الكعبة سافر إلى مكة المكرمة والتقى بولده إسماعيل، وبعد أن قال له سيدنا إبراهيم أن الله أمره ببناء الكعبة فشارك سيدنا إسماعيل الولد القوي البار بوالديه ببناء الكعبة وبنوها بكل همة ونشاط. وطبعا الله سبحانه وتعالى كان محدد لهم أساسات الكعبة التي كانت مدفونة في الأرض منذ آلاف السنين، وبعدها بنوا الكعبة وأصبحت رمزا للتوحيد وقبلة لكل المسلمين. وماذا عن قصة ذبح سيدنا إبراهيم لابنه أكيد يا ماسة سأخبرك عن هذه القصة. وفي يوم من الأيام رأى سيدنا إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يذبح سيدنا إسماعيل، وطبعا رؤيا الأنبياء دائما ما تكون صادقة، ولم يخبي سيدنا إبراهيم عن سيدنا إسماعيل هذا الأمر، بل ذهب وأخبره واستشاره بالموضوع، فأظهر سيدنا إسماعيل عليه السلام تسليما بالإيمان بالله تعالى، وقال له افعل ما تؤمر يا أبي، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. توجه سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل إلى منى، وهي منطقة في مكة المكرمة، وعندما جلسا في مكان الذبح الذي سيذبح فيه سيدنا إسماعيل وضع سيدنا إبراهيم رأس سيدنا إسماعيل في جهة الأرض لكي لا يرى مشهد ذبحه ويتألم قلبه، وهو واضع السيف على رقبته هكذا. فحدثت المعجزة ونزل الكبش العظيم ووصفه الله تعالى في قرآنه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم وفديناه بذبح عظيم. يا لها من
قصة مؤثرة. أجل يا ماسة، حتى تخيلي إلى يومنا هذا يحجون كل مسلمون الأرض إلى بقعة واحدة في الأرض كلها، مكة المكرمة، يأتون للطواف ببيت الله الحرام والامتثال لأوامر الله تعالى، ويسنون سنن أنبيائهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، ويفعلون كما يروهم يفعلون، فيأتون الناس في يوم واحد ليفعلون ما أمرهم الله به وما أمرهم دينهم بفعله، يمتثلون لسنن أنبيائهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، فهم يأتون للطواف بالكعبة 7 أشواط مثل ما كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يفعل، ويسعون بين الصفا والمروة 7 أشواط مثل ما كانت أمنا هاجر تفعل، وأيضا يذبحون في يوم عيد الأضحى كبشا ليتباركوا به مثل ما فعل نبينا إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام، ويرمون الشيطان بالحجارة مثل ما كان نبينا إبراهيم يفعل بالشيطان حينما كان يوسوس له. وكل هذه سنن عن أنبيائنا عليهم أفضل الصلاة والسلام لنتبارك بها طول فترة عيد الأضحى المبارك. ما هي الدروس المستفادة من قصة سيدنا إسماعيل عليه السلام؟ أولا، قوة الإيمان بالله تعالى، فأظهر لنا كل ممن سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهما السلام كيف آمنوا بالله تعالى وامتثلوا لأمره. كان هذاك الشيء سوف يحزنهم، ولكنهم امتثلوا لأمر الله تعالى لأنهم يعلمون أن الله لا يريد لهم سوى الخير. ثانيا، الاحتساب والصبر عند الله تعالى، فرأينا كيف صبر سيدنا إسماعيل على البلاء الذي نزل عليه ولكنه احتسب أجره عند الله تعالى. ثالثا، الثقة بالله تعالى، فرأينا كيف سيدنا إبراهيم كان سيذبح ولده إسماعيل فقط ليمتثل لأمر الله تعالى، وكان هو يعلم ويثق بالله أنه سوف لا يريد الله له سوى الخير. رابعا، رحمة الله تعالى بعباده، فرأينا كيف رحم الله أمنا هاجر رغم أن سيدنا إبراهيم تركها في الصحراء دون ماء وغذاء، ولكن الله عز وجل رحمها وأعطاها ماء زمزم. هنا أيضا كيف رحم الله تعالى سيدنا إسماعيل عليه السلام من الذبح وفداه بكبش عظيم. نكون خلصنا قصتنا لليوم، ولا تنسوا تدعوا إلنا وإلكم إنه عيد الأضحى الجاي نكون بمكة المكرمة ومن حجاج بيت الله الحرام ونوقف على جبل عرفات. وبس بنحبكم كتير، لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وكمان